يا مساء العافية، يا مساء الحب والجمال والسعادة عليكم. تخيلوا رجعت من الجيم كلش تعبانة، نمت يا دوب لحقت فطرت وقعدت قبل شوية. شنو الأخبار؟ عساكم بخير. طالعين أنا وبناي رايحين لأقاربه، يعني بيتوتية الطلعة. قعدت مكسرة، مالي خلق، طاقة هيك مسحوبة من عندي، ما أعرف ليش. نظرات ابو ناي ما ادري ايش بيه. كم يا هلا يا هلا، شو الاخبار؟ حلو الشوار؟ سبا لا يراد زين، باكر احلق لك ولا يهمك. ضروري والله. انتو شو الاخبار؟ شلون قضيتوا يومكم؟ وين رحتوا؟ وين جيتوا؟ ماكو ولا نتفة ميك اب حاطه؟ ما شاء الله بشرتي متحسنه، صايره حلوه. الاهتمام والكريمات، رغم اني نازل وزني بس الحمد لله الاوفر مال الشد مال نوفيلا عاشت ايدها كلش حلوه. يعني ولو كل من ملتهي بروحه وما ادري الشعب هسه بي من ملتهي، بس انا اريد اخذ رايكم. هاي غساله الصحون بدايه ما قعدنا بالبيت ما كانت موجوده، فكلش كلش كلش تبهذلت. ضفت لها، شوفوا هاي الغساله مال المواعين، همين ارتب وهمين المواعين تنشف بوحدها واحلى عمليه اكثر. مو شو تقولون؟ اي اعطوني رايكم. بدنا نشوف باع صاير تفليش ملتهي اليوم. ابد ما طلعت غير بس للجيم طبعا. وهذا الشغل مال المطابخ، هذا مطبخي القديم تذكرون لما غيرته، كله شغل جوايكو من احلى واروع الشركات، وراح يضيفوا لي هنا بعد. يعني راح اسوي تغيير هنا بعدين اقول لكم عليه، هسه ما راح تشوفوا هوسه، لكن راح يضيفوا لي ايضا كاونترات اضافيه للمطبخ، بحيث الشباب لما يشلعون هذا الباب ويحطوا لي الغساله مال الصحون هالقد مال الماتيريال قوي مالتهم، بحيث الشباب قالوا هاي شلون يعني ما بدنا نعرف باي طريقه نشلعها، هالقد ما قوي شغلهم. فبرافو برافو برافو، شكرا شركه جوايكو، يعني من احلى شركات المطابخ اللي موجوده بالمنصور. ما اعرف هسه احط لكم اذا موجود الاكونت عندي، على مود للي مقبلين على تغيير مطبخ او بناء مطبخ جديد ما يحيرون ويروحون لجوايكو. ما اريد اراويكم هوسه، البيت كلش هوسه. وتدرون اني جيتي للبيت نادره جدا، لان ملتهيه ويا الاطفال بالشقه وحالتي حاله، فما تشوفوني هنا هوايه. لذلك الفيديوهات هاي اللي ححكي بيها استفادوا من عندها للناس اللي مقبلين على بناء او ترميم او تعمير او لانه مو دائما اني اسولف بهاي القضايا. تمام يا قلبي؟ فاي شيء احكي بيه وممكن تستفادون منه خذوا له سكرين. بالنسبه للجام والالمنيوم والكتائب، طبعا اختارينا جام عازل للصوت وللحراره واي ضوضاء ممكن خارجيه. العزل 100%، لأن أنا حقيقة رحت بنفسي للشركة وانبهرت بالأشياء اللي موجودة عندهم، فأنا اختاريت أفضل شركة بعد بحث طويل جدا، لأن تعرفون مو يوميا احنا معمرين. لذلك كان الاختيار على شركة السدرة، وقع الاختيار على شركة السدرة. هذه الشركة من أفضل الشركات اللي تسوي لكم الألمنيوم والكتائب والجام العازل. أما الحمام، وهذا طبعا اهتمامات كل مرأة، الحمام والمطبخ أنا أعرف كل زين. انتو كنتوا وياي خطوة بخطوة لما كنت أدور على أفضل شركة للحمامات. صراحة غير ما لقيت أحسن وأجود وأروع من شركة أرميناس. دقة البورسلين يا سلام، عبالك 4G صدقا، يعني الوضوح اللي بيها عالي 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 لدرجة مو طبيعية. هذا الحمام الجوة وانتم بكرامة ان شاء الله. فهد، شنو اللي يميز هاي الشركة؟ احكي لي. هاي الفقرة انت بعد تنتبهين على شغلة، انه هاي كلها قطعة واحدة. صح، ماكو تقطيع. ماكو تقطيع، دا انتبه. هاي تجي 3 مترات ارتفاع وعرض 1.5 متر. حلو. يعني هسه انت مطبقة حائط واحد بقطعتين بورسلين فقط. شوف الجمال. اما اذا رحتوا شركتهم يا بنات ويا شباب صدقا راح تنبهرون، بحيث تشوفون اشياء تفتخرون بها، تقولون احنا مو بالعراق، مستحيل. بس هذا
هذا الحمام الجو سويته عملي. هذا الجو. فوق تعالوا راويكم الفوق بعده ما كامل. اي ما كامل بعد بس الاختيار فوق هذا هنا اختاريته عائلي. اوكي. الالوان يعني بسيطه بس الفوق اوكي. حيصير كارثه. يعني هو التشوق بالموضوع والحماس اوكي انه راح يصير مثل ما انا احب واريد. المو حلو راح يطول الموضوع شويه. اوكي يطول مو بسبب الشركه لان انا هوايه عندي ترميم وقلت لكم على اساس ارمم شغله شغلتين طلعت لي 100,000 شغله صفح. على فكره تدرين شو اسمه مال التواليت الغربيه مالتهم بيها نظام كهربائي للشفط. حلو. شايفه مال طياره؟ ايه. وصلنا الفقرة جدا مهمة وأيضا معظم البنات يحبوها اللي هي الإضاءة أو الإنارة. أنا بنية أصور هواية وانتوا عارفيني كل الزين، يعني أركز بقضية الإنارة بحكم شغلي يتطلب أنه أصور ويطلع التصوير بأحلى صورة لكم وهذا واجبي. فأني كنت بالبيت يا بنات أعاني من موضوع الإنارة. قلت لكم بيتي قديم مبني صار له تقريبا 10 سنوات. باعوا خلي أحكي لكم الإنارة شو راح تصير. وين رحت أني من أريد أفكر إنارة بالعراق ما وراها رقم ثاني مستحيل. شوفوا يعني اللي يفكر بالإنارة وين يروح. هاي معروفة سمارت هوم من أحلى شركات الإنارة والإضاءة واللي يعني أنا شخصيا صراحة من يشوفون سناباتي هالقد ما دقيقين لا هاي توزيع الإنارة غلط لا هاي مدري شنو. شركة أكثر من رائعة فول بروفيشنال. شوفي هسه هاي الإنارة القديمة اللي عندنا شنو بيها وهج صح. واي وقويه هيك على العين احسها. الاناره اللي حيشدوها سمارت هوم تدرين عباره عن شنو؟ عباره عن الحائط فلات ما بين اناره ما مبين اناره. اوكي بس تباعين الاناره بالمكان. بس انت انارتك مو صحيحه. بس اكو وهج فوق هاي صح 100%. الاناره اللي حيربطوها بس القاع منوره. الله لعبتي الاناره. شغله ثانيه ايه حيربطون بردات كهرباء. اوكي كلها بالدقمه حلو حتى تهجمها ناي. اوكي يحطون يدات مال بوب سمارت. حلو سوونا هذا البيانو مال درج. شوفوا بعد درج شوفوا خلي رايكم. ليش والله اخاف عليه يا حبيبي. سمارت هوم لا تدورون وراهم صدقا عن تجربه. يعني انا البارحه كانوا يمي سووا لي الاناره مال شقه. طبعا هاي غرفه الخطار يا بنات اذا تتذكروها. شوفوا الكهربائيات صارت جاهزة. أنا أحكي هذا الكلام لأنه هواي ناس مقبلين على بناء أو ترميم الله يتمم عليهم يا رب فممكن يستفادون من اللي أقوله. كملنا الكهربائيات أوكي. هاي الصالة كلها والحديقة أيضا تشوفون وغرفة النوم الفوق مالتنا كلها من تصميم وتنفيذ الهمم. شركة أكثر من رائعة ما شاء الله ما تحسون نهائيا بشغلهم ولا متعبين وعندهم ستاف كامل متكامل يعني رائع. هسه احط لكم الاكاونت مالهم اوكي اذا احتاجيتوهم اكيد ما راح يقصرون وياكم بولا شيء. تمام هاي